النهارده يا شباب أعرفكم على أفضل موقع للذكاء الاصطناعي. الموقع رهيب فعليا، والله العظيم إن الموقع رهيب فعليا. اللي أنت تقدر تكتب نص، ومن خلال النص اللي كتبته ده يتحول لفيديو. يعني كمثال، أنا عايز أكتب مثلا، أروح كاتب كده حمامة بتمشي في البحر، يروح جايب لي حمامة ماشية في البحر. حمامة بتعوم زي السمكة، يروح جايب لي حمامة بتعوم زي السمكة. شاب قاعد على سحابة، يروح جايب لي شاب قاعد على سحابة. بنت ماشية بتتجول في شوارع أوروبا، فيبدأ يجيب لي بنت بتتجول في شوارع أوروبا. وتحس لو انت شفت الفيديو ده ما تحسش انه ذكاء اصطناعي خالص، تقول ده فيديو 100% متصور بأحدث كاميرات، ومتصور كمان في أفضل أماكن في أوروبا، والتصوير والمونتاج والمصممين عاملينه حاجة تحفة. يعني بدل ما نقعد نتكلم كتير، لا تعالوا ندخل عامل على طول ونتفرج مع بعض ونشوف الذكاء الاصطناعي بدأ يعمل ايه، بدأ يغير من الواقع. طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. اول حاجة هنيجي نكتب هنا في بحث جوجل، هنكتب اوبن اي اي. اول ما هنكتب اوبن اي اي بالشكل كده هنختار اول خيار. تمام، هبدأ أجيبه من هنا أهو. هنا بيقول لك إيه؟ إنشاء فيديو من النص هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاء مشاهدة واقعية صورة متخيل من تعليمات نصية. يعني هو بيقول لك إيه؟ أنت هتنشئ فيديو من نص بس، يعني هتكتب نص، هتكتب جملة كده هيبدأ يتنشئ من خلالها فيديو. تمام؟ طيب والمشاهدة واقعية، تحس إن هي واقعية. بص، مش بقى ذكاء اصطناعي ولا الكلام ده كله. بدليل شايفين الصورة دي اللي هي مكتوب عليها إنشاء فيديو من النص؟ شايفين الصورة؟ تحس إن ورق ماشي في بحر أو ماشي في شجر. بص يعني مش عارف، أنا بصراحة حاجة يعني ممتازة فوق الخيال يعني. هنبدأ ننزل كده، مكتوب هنا مستعجل امرأة أنيقة تسير في أحد شوارع. تمام، دي الجملة اللي اتكتبت، أو ده النص، ده النص اللي اتكتب. من خلال النص اللي اتكتب ده ظهر فيديو أو أنشأ فيديو من خلال النص. تحس إن البنت ممثلة، تحس إن الأحدث كاميرات مصوراها، أحسن مونتاج، أحسن مصممين، أحسن إضاءة. أنتوا شايفين حتى التفاصيل بتاع الشعر، تفاصيل البشرة، حتى النضارة فيها عاكس. يعني بص، ما تحسش اصلا انه ذكاء اصطناعي، ده ذكاء اصطناعي. ربنا يستر على الفريلانسر والناس اللي هي ايه بتشتغل فريلانسر والكلام ده كله. يعني الناس اللي هي شغاله على الفريلانسر اللي هي الاعمال الحره، اللي هي بقى بتيجي تصمم شخصيات على الاستليتور، بترسم على الاستريتور وتبدا تاخد الشخصيه اللي رسمتها تبدا تحركها على الافتر افكتس. يعني ربنا يكون في عونهم. طيب لو دخلنا هنا كمان، شايفين الفيل؟ ده فيل اهوت، ده ذكاء اصطناعي كتب بس ده الجملة اللي اتكتبت او النص اللي اتكتب من خلاله بدأ ينشئ فيديو زي ده. تمام، طب تعالى اللي بعده. هنا برضو مقطع دعائي لفيلم يعرض مغامرات رجل فضاء. بص، ادي الجملة اللي اتكتبت او النص اللي اتكتب. فالنص اللي اتكتب ظهر منه الفيديو ده. تحس ان بص واقعي، ان في مخرج عالمي، تمثيل عالمي، احدث كاميرات. بص ما تحسش اصلا انه ذكاء اصطناعي، ده تحس انه ذكاء اصطناعي. يعني حاجة بص فوق الخيال. طب تعالى اللي بعده. شايفين البحر؟ بص على البحر يا شباب، فوق الخيال بجد، فوق الخيال. شايفين البحر والمناظر الطبيعية؟ يعني كلمة أو جملة تتكتب هنا، جملة تتكتب هنا، تمام، يبدأ يظهر هنا كاتب هنا مستعجل منظر بطائرة بدون طيار لأمواج متكاثرة على المنحدر بص الجملة أو النص اللي اتكتب ظهر منه إيه؟ يا نهار أبيض. تعالى هنا، انيميشن. الانيميشن بقى ده انا بحب الانيميشن جدا يعني. بص الانيميشن ده، تمام، يعني بس هيجي على ناس كتير بالسلب. ازاي؟ الناس اللي هي شغاله بتعمل شخصيات كرتونيه زي مسلسل كرتوني، فيلم كرتوني، بترسم شخصيات كرتونيه وبتبدا تحركها بتخليه زي مسلسل او فيلم كرتوني.
تمام، او كرتون عامه يعني. تمام، فالناس ديت الله يكون في عونها، لان الموقع الذكاء الاصطناعي ده هيجي عليهم بالسلب. ليه؟ لان الاول زي ما قلت لك كده، عشان ترسم شخصيه كرتونيه تبدا ترسمها على الاستليتور. بعد ما بترسمها على الاستليتور بتبدا تاخد الشخصيه وتحطها في الافتر افكت. تمام، وتبدا تحرك الشخصيه. تمام، تبدا ايه تحرك الشخصيه. يبقى هو كده صممها على الاستليتور وبدا يحركها على الافتر افكت، فبقت ايه مسلسل كرتوني او حلقه كرتونيه او فيلم كرتوني. تمام، فالناس ديت الموقع ده هيجي عليهم بالسلب، فعلا هيجي عليهم بالسلب، لان انا دلوقتي عايز اعمل مسلسل كرتوني او فيلم كرتوني او اعمل حلقه كرتونيه. مجرد ان انا هكتب مشهد رسوم متحركه ومش عارف لقطات مقربه لوحش رقيق قصير مش عارف ايه والكلام ده كله. تمام، ممكن اجي اكتب مشهد للقط والفار. تمام، والقط خطف الجبنه من الفار وطلع يجري وياكلها، فانا هبدا اكتب كده هيبدا يعمل لي فيديو، هيبدا ينشئ لي فيديو. فربنا يكون في عون الناس اللي هي شغاله فريلانسر اعمال حره، ربنا يستر عليهم. تمام، ويرزقهم يا رب، لان الموقع ده هيجي عليهم بالسلب. تمام، طيب هنيجي هنا تاني. شوف بقى ايه بقى ده. تحس انه سمك، بس سمك معمول كرتون يعني. بص تحس ان هو سمك مرسومه الرسمه. بص يا نهار ابيض، يعني حاجه فظيعه. طب تعالى هنا، شايفين المنظر والجمال يا شباب؟ شايفين الجمال؟ طب تعالى هنا. ده بقى ايه مستعجل فيديو مقرب واقعي لسفينة قراصنة تنتقل اثناء بحارها داخل فنجان من القهوة. يعني ديت سفينة بتاع قراصنة. تمام، السفينة القراصنة ديت ماشية في ايه؟ ماشية وبتعوم فين السفينة دي؟ بتعوم في فنجان قهوة. تمام، شايفين؟ يعني بص حاجة تحفة. ده بقى شاب ماشي على سحابة اهو زي ما انتم شايفين. شاب ماشي على سحاب، شاب في العشرينات من عمره يجلس على قطعة من السحاب في السماء ويقرأ كتابا. تمام، ادي يا عم، ادي الذكاء الاصطناعي. يعني ربنا يستر على الفريلانسر ربنا يستر الله ويرزقهم يا رب. فحاجة بقت خيالية جدا. طب ننزل كده تاني. ادي هنا النص اللي اتكتب هنا بدأ يظهر هنا اهو، شايفين لقطات تاريخية اهي. تمام، طيب تعالى هنا. ده برضو اهو زي ما انتم شايفين، ده نص اتكتب، من خلال النص ده انشأوا فيديو. طب تعالى كده. هنا بيقول لك ايه لقطة قريبة للغاية لعين امرأة تبلغ من العمر 24 عاما. تمام، ادي الجملة اللي اتكتبت او النص اللي اتكتب. النص اتكتب بدأوا ينشئوا فيديو. الذكاء الاصطناعي الموقع رهيب يا شباب بجد. طب تعالى هنا اهو، مستعجل رقصات ديسكو كرتونيه للكونغر. ربنا يستر على الناس اللي شغاله في الافتر افكت او اللي شغاله جرافيكس. تمام، الناس اللي شغاله جرافيك فربنا يستر عليهم زي ما انتم شايفين. بص بيرقص ازاي، مستعجل رقصات ديسكو كرتونيه للكونغر ادي يا عم الشخصيات الكرتونيه دي. بقى الشخصيات الكرتونيه اللي انت مجرد تكتب رقصات ديسكو كرتونيه كونغر هيبدا يروح. طب ممكن اجي اكتب رقصات ديسكو كرتونيه للقرد، هتلاقيه برضو جاب لك القرد يعني. بص بص الجمال. اكتب نص، تكتب نص تلاقي فيديو. يعني حاجه فوق الخيال، تحس اصلا ان هو مش ذكاء اصطناعي. وملحوظه يا شباب، الموقع ده لسه بيطوروا فيه. الموقع ده لسه بيطوروا فيه، يعني الموقع ده لسه بيتطور. فاول ما يطوروه ويخلصوه خالص هيبدا ينزل بشكل عام. ولكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل الموقع ده هيكون مدفوع ولا هيكون مجاني، ولا هيكون في جزء مدفوع وجزء مجاني. يعني جزء تشتريه والجزء التاني هيكون مجاني ليك عشان تجرب الموقع. يعني لحد دلوقتي مش عارفين. يعني زي ما قلت لك كده، هل ممكن يخلوه مجاني بشكل عام، ممكن يخلوه مدفوع بشكل عام، ممكن يخلوه منه مدفوع ومنه مجاني. المجاني اللي انت تدخل تجرب حاجة وبعد كده تبدأ تدفع فلوس او تشتري تبدأ تصمم اللي انت عايزه. تمام، نبدأ نضغط كده. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا شباب؟ والله العظيم بص تحفة. شايفين الجمال؟ حاجة فوق الخيال والله العظيم.
شايفين الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد؟ مخلوق صغير. بص، حاجة، بص، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة فوق الخيال. أتمنى بقى أكون أفدتكم في الشرح. لو عجبك الفيديو، لو عجبك يعني، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل. تمام، وسيب لي تعليق أسفل الفيديو، ولو عندك مشكلة قول لي وإن شاء الله نحلها مع بعض. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.